جات لي مريضة مرة وقالت لي يا دكتور سمعت إن واحدة صاحبتي عملت فينيرز أو عدسات تجميلية على أسنانها بس وقعت منها سنة، في سنة منها وقعت أو اتفكت، إيه المشكلة؟ وهل الحاجات دي لا يعتمد عليها ولا إيه الموضوع بالظبط يا دكتور؟ يا ريت تفهمني ضروري، وعشان تعرف المشكلة وعلاجها كمل معايا الفيديو للآخر. يعني باختصار يا دكتور أنا عايز أعمل فينيرز، لو عملته هيعيش معايا وقت قد إيه؟ وإمتى هحتاج أغيره أو هو هيقع لوحده أصلا إمتى؟ باختصار يا جماعه الفينيرز او اللومينيرز وات يعني على حسب حالتك، لو اتعمل صح ممكن يعيش معاك من 10 ل 15 ل 20 سنه بجد، لكن ده بيحتاج اولا دكتور متخصص ويحضر للحاله ويخطط ليها بشكل ممتاز جدا جدا. تاني حاجه بيحتاج معمل شاطر. يعني ايه معمل؟ يعني فني تركيبات اللي هيعمل لنا الفينيرز او اللومينير ده شاطر وفنان. تالت حاجه هيحتاج ماتيريال بنعمل منها الفينير او اللومينير محترمه قوي والماني او ياباني، حاجه ممتازه قدرتها على التحمل كبيره وقويه وتقدر تعيش معانا فتره طويله. كمان هيحتاج خامس حاجه ان احنا لما نيجي كدكاتره نلزق الفينيرز او اللومينيرز نلزقها بطريقه صح 100%، بحيث ان احنا نعزل الاسنان تماما وما يجيلهاش ابدا ولا نقطه لعاب ولا نقطه ميه ولا حتى بخار ميه اللي بيبقى طالع مع النفس اثناء التنفس. سادس حاجه بتحتاجها وهي اهتمام من المريض نفسه بنظافه الفم ونظافه الفينيرز واعتناء بيها، ما يفتحش ابدا اي حاجه باسنانه او ما يشدش ابدا اي حاجه جامد باسنانه، لان ده هيكسر اصلا السنه الطبيعيه نفسها. يعني مش بس هيكسر الفينير او اللومينير، هيكسر السنه الطبيعيه نفسها لو حتى مش متركب عليها اي حاجه. طب هل ممكن يقع؟ ايوه ممكن يقع. لو واحنا بنلزق الفينيره ديت جات نقطه لعاب بسيطه مثلا ممكن تقع ونلزقها تاني مفيش اي مشكله، وممكن يقع لو انت اتخبطت فيها خبطه جامده، وممكن يقع لو العضه بتاعتك فيها مشكله او فيها حاجه عاليه. فالفينيرز واللومينيرز دول حاجه علاجيه وتجميليه لكن حساسه جدا دقيقه جدا، محتاجه تتعمل بشكل دقيق الى ابعد درجه ممكنه علشان نقدر نوصل لاحسن شكل واطول عمر. فنصيحه مني اختار المكان الصح قبل ما تقرر العلاج. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد واستنوني فيديو جديد. سلام.